ديالهم بهذه الحركة الاحتجاجية في المسيرة الخميس كانت رسالة واضحة ضدهم ديال إقليم ديال الحسيمة اللي غادي يجي يبغي يستغل ولا يقول انفصالية ولا شي حاجة. راه الأهل ديالنا في الريف ضد هذا الشيء. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، انت السي المدياني ولا أنا ولا السي الترابي يجي شي واحد يقول لي انت انفصالي، شنو غندير؟ ما يجينيش الغضب، ما نتفضش. ولهذا غادي نغضب، الله يحفظك. وبالتالي ولكن غنتسنى منك كسياسي انك بلاتي انا دابا لا سمحتي لي انا ما قلتوش باش نتراجع عليه، راه كنت معك صريح. قلت لك الاحزاب او الناس اللي صدر عليها هذاك الشيء كاشخاص او كاحزاب تحملوا مسؤوليتهم، تسائلهم. ولكن انا كنهضر معك كناطق رسمي باسم الحكومه. البيان اللي صدر على مجلس الحكومه كان دقيق عندما قال يحذر من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي. تحذير. ولكن أنا الآن، وهذا الشيء علاش قلت غادي نزيد واحد النقطة ثالثة اللي هي في قلت لك انت السي الميداني ولا انت السي الترابي ولا أنا، يجي شي واحد اللي غادي يقول لي أنني أنا غادي باش غادي نخرط الانفصال. وأنا عارف الاعتبارات يمكن تبين لكم في نهاية الحلقة أن السد اللي عندنا ضد الانفصال هم أهلنا في الريف، وماشي الانفصال في شمال المغرب اللي البعض وهم كيحاول يروجوا كما كنشوفوه في بعض الإعلام الأجنبي. الناس اللي في الحركة الاحتجاجية، مطالب اجتماعية، المسيرة ديال الخميس كانت جواب عند كل من باغي يقول راه عندنا حركة اجتماعية جي نقارنوها مع شي حركات شي دول أخرى، راه هذاك الشيء راه هو لا. ولا يمكن السماح بوصم اهلنا في الريف بانهم انفصاليين. رساله وصلت. ونعطيك عنصر رابع اللي هو اساسي وبسرعه لان الوقت كيداهمنا، هو القضيه ديال التواصل، القضيه ديال العسكره. نعم. هذه قضيه كنسمعوها هذه مده. هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك. رجعوا معك هذه القضيه العسكريه، يعني بين الشعارات التي رفعت في المسيره وبدايه من الحراك هي لا للعسكر، يعني بان نشرحوا للمشاهدين الكرام بان كان واحد الظهير في 1958 يعتبر منطقه الحسيمه كمنطقه عسكريه. الان من بين الحجج اللي مطروحه بانه هذا الظهير ما زال ساريا المفعول وبانه الحسيمه ما زال منطقه عسكريه. سي مصطفى الخلفي ما نكروش سي مصطفى الخلفي ديالك نيس ما صحه الصور التي تتداول. لا بلاتي احنا ديالي بلاتي احنا نجاوب على هذه القضيه بعدا. لا بدا نجاوب على القضيه. واش فعلا منطقه الحسيمه هي منطقه عسكريه بناء على ظهير ديال 1958؟ هو فعلا وانا عندي هنا امامي النسخه ديال الظهير اللي صدر في 24 نوفمبر 1958 في الجريده الرسميه 28 نوفمبر 1958 كيقول اقليم الحسيمه منطقه عسكريه. عندي نسخه ديال ظهير اخر صدر في الجريده الرسميه في دجنبر 1956 كيعتبر منطقه اخرى في وسط المغرب منطقه عسكريه. ولكن هذه الظهائر وما يشابهها جاء واحد الظهير تماما نسخها هذا الظهير وقتاش جا 2 دجنبر 1959 يعني السنه المواليه وقع عليه السي عبد الله ابراهيم بشان التقسيم الاداري للمملكه تماما. ونص على مجموع الاقاليم اللي كاينه. هاد الاقاليم 16 اقليم منها الاقليم ديال الحسيمه. وكيقول في الفصل ديالو السادس تلغى جميع المقتضيات التشريعيه السابقه او التنظيميه المنافيه لهذا الظاهر. يعني بانه تلغى الظاهر ديال الظاهر العسكره اللي صدر في 58 تلغى بالظاهر ديال 59. ومن بعد جات ظهائر اخرى اللي كتهم الحاله المدنيه وكتهم الانتخابات وكتهم الميزانيه ديال الاقليم وكتهم المرسوم ديال الاحداث الجماعات الحضاريه والقرويه بالمملكه اللي صدر بناء على هذا الظاهر. بمعنى هذه القضيه ديال الظاهر ديال العسكره التي تحدث عنها البعض وهي خطيره، لان فاش تقول العسكره بمعنى اوتوماتيكيا على المستوى التواصلي كتحيل على بؤر توتر، الاستثمار ما غاديش يجي، ما كاينش انتخابات، ما كاينش انتخابات، حاله استثناء فهذا الظاهر الغي بهذا الظاهر. مثل الحديث على الدرك الحربي، المغرب ما عندوش الدرك الحربي
ما عندوش هذا المفهوم ديال الترك الحربي. البوليزاريو اشتغلت كثير على هذا الموضوع. اشتغلوا عليه وتبين بان هذاك الاشتغال ديالهم عليه خاطئ وما مبنيش على اساس. المهم فاش قلت كاينه نقطه غادي نضيفها على المساله التواصليه، هذه القضيه ديال العسكره، فما كاينش ما يمكنش نتحدثوا على عسكره، لان جا الظهير ديال 2 دجنبير 59 واللي تسجل برئاسه الوزراء بالتاريخ ديال بهذا التاريخ وصدر في الجريده الرسميه في 4 دجنبير 59 وكي يلغي يعني بان الظهير ما موجودش تلغى. الظهير نسخ والغي. بالنسبه ديالي كان واحد السؤال في هذا الاطار. تفضل اسمح. انا متفق معك في هذا الشيء اللي كتقول، الامور واضحه، كاين ظاهر اللي كينسخ ومجموعه من الامور، ولكن الناس ما عارفينش، مجموعه ديال الناس ما عارفينش. مشكل تواصل، حنا كندوروا نرجعوا نقولوا مشكل تواصل. بغينا نعرفوا اليوم انه مجموعه من نشطاء الحراك ديال الريف كينشروا مجموعه من الصور كيتكلموا على خيام اللي فيها العسكر اللي فيها الامن بشكل كبير بين قوسين. يعني ملي كتشوف، لانه هو الاستغلال، نقدر نقول استغلال الصوره، لان ملي كتشوف واحد الخيمه اللي هي خضراء وداك الشيء كتقول، ولكن كينشروا صور ديال انزالات امنيه اللي هي مكثفه. واش هذه الانزالات الامنيه بالنسبه لكم انتم كحكومه كتشوفوها امر طبيعي لانه كيواكب واحد الاحتجاجات اللي هي قويه في الريف، او ما كيبانش لكم بانه شويه يعني اكثر من اللازم او اكثر من المطلوب الا كان الناس الاهل ديالنا في الريف هما كيحميو سيارات الامن؟ هذا الشيء جا في واحد السياق ديال الناس كانوا يعني هاد الترويج ديال واحد العدد من الامور، منها ما هو صحيح ديال تعزيز القدرات ديال قوات حفظ الامن، ومنها ما هو غير صحيح. لاحظتوا في بعض الشبكات الاجتماعيه تحدثوا على الدبابات كيمشيو في وسط الحسن، وهذا نشر في باريس للاسف. هذا نشر في باريس. هذا الخبر نشر في باريس ومن قبل مواطن مغربي يعني. وكيتقال هذا الكلام اللي ماشي صحيح اطلاقا، حرب اشاعه. وكاينه امور انا كنقول دائما الواحد راه تطورات الاحداث كتكون هي في حد ذاتها دليل. شنو هو وقع تطورات الاحداث؟ هي المسيره التي مرت تماما، ومرت في اطار سلمي، والناس شافوا صور اخرى ديال ان الشباب اللي كاينين في هذا الحراك هما ايضا كيديروا سلسله بشريه اللي كيحميو فيها الممتلكات ديال الناس، وما كاينش عقده مع وجود رجال الامن، السيارات ديال الامن بطريقه عاديه. وهذا شيء مهم ان المغرب بما حصل ماشي فقط نهار الخميس بهذا المسار وبما يقع اليوم بكل مسؤوليه. فاش قلتي لي كاينه اشكاليه ديال الاتصال والتواصل، قلت لك فعلا هذه انا كنقول لك كنقد ذاتي هذا مشكل، لان واحد العدد من الامور اللي في نهايه المطاف تضاعف المفعول ديالها بسبب انه ما كانش تواصل في الحين. ولكن كاين واحد المجهود اللي انا فاش نشوف مثلا السيد الولي الجهه السي يعقوب وكينزل دابا تقريبا راه شبه مقيم تماك، واللقاءات دابا هي في هاد اليومين لقاء مع الناس ديال وزاره التجهيز على الامور اللي خصها تعالج، وينزل للشارع ويتواصل مع الناس ويتحدث معهم ويعطي اشاره، لانه راه في نفس الوقت اللي حنا معنيين بحل الاشكالات ديالنا خصنا نعرفوا راه حنا ماشي في قريه معزوله. اكيد العالم كيشوف واحد المستثمر اجنبي اجي تقول لي انا بغيتك دير لي منطقه ديال صناعه السيارات، وراني درت الطريق السريع غتخرج من فاس لتازا وعندك 150 كيلومتر غادي توصل في قده ديال الوقت لتماك وراه كذا، وتشكلات عنده واحد الصوره نمطيه سلبيه، يقول لك اسمح لي انا راه غادي ندير الاستثمار تماك ولكن ما عنديش ضمانات. فبالتالي حنا معنيين بامرين، ولهذا فاش قلت لك السيد الوالي ويتحدث مع الناس ويقع ينزل الميدان ويتحدث مع الناس ويقع تواصل والتشديد على القضيه ديال الحوار والتشديد ديال حتى على الغيره ديال الناس اللي في هذه الحركات الاحتجاجيه باش تبقى الامور طبيعيه. نعم. وتعطى اشاره ديال مدينه الحسيمه، اقليم الحسيمه منطقه امنه باش المستثمر يجي. هو من الدروس، انا صراحه من الدروس اللي عجبتني لان هذا الحراك هذا كله دروس حقيقه، لانه فيه امتحان ديال الديمقراطيه المغربيه. هذا هو الربح الاكبر في رايي، والمغرب كيحقق خطوات ايجابيه في هذا الباب. لكن واش ما كتشوفش معايا سي مصطفى انه من الدروس اللي عطانا الحراك ديال الحسيمه هو الازمه السياسه في المغرب؟ عندنا مشكل حقيقي ديال دور الاحزاب، دور الوسائط الاجتماعيه اللي هي الاحزاب والنقابات والجمعيات في
التعاطي مع الصيروره ديال الحياه اليوميه والاجتماعيه ديال